الإمارات بلا صبر على الإطلاق مع أي فسيلة إسلامية بتظهر في الأرض العربية من المحيط للخليج. في أمريكا بيحرضوا على سوريا وعايزينها بلا دين، وفي ليبيا بيخلوا كلبهم حفتر يقبض على السوريين بحجة إن هم إرهابيين، وفي سوريا مطلعين الشبيحة عايزينها دولة علمانية، وعايزين قلقانين من صلاة الباليه عايزينها ترجع بأسرع ما يكون. وفي السودان قابضين على أسلحة لسه بنار الفرن بفلوس ابن زايد، في حين ان السعودية تأخذ العبرة من سجون بشار وبدأت تنقط في خروج المعتقلين من السجن، وفي نفس الوقت عاملة هولد مع الثورة السورية، ما بتدسي بتترقب. وفي ألمانيا سعودي ملحد ذو علاقات واسعة مع اللوبي الإسرائيلي والداعم ليه بيعمل حادثة دهس مؤلمة وشنيعة ومرفوضة في ألمانيا. أهلا بكم في مع معتز. United Arab Emirates. Don't you have any respect for the people who've been suffering for years, for everyone who died under torture in Syria, for every mother who lost her kid? Then you're shame. So shame on you. لم يمضي على الثورة السورية ورحيل ابن مرات الأسد أسبوعين والإمارات بتجز على أسنانها، تشعر الغيظ والسم بيقطر من الأنياب، مش مستحملين على الإطلاق، مشغلين كل الماكينات المجرمة بتاعة الإمارات للطعن في سوريا والانقلاب على ثورتها. الطوفان كان البركان اللي فجر كل حاجة، وثورة سوريا ورحيل بشار واحدة من ثمرات ذلك الطوفان. فالإمارات هتتجنن، مش عارفة تلاقيها من الطوفان ولا من سوريا ولا من الشرع ولا من الأرض اللي بتتغير، حيث رسمت الإمارات المنطقة منطقة علمانية بفلوس مسروقة من الشعوب العربية التي ثارت، وبمخطط بتنفذ مخطط إسرائيلي بامتياز. شوف يوسف العتيبة ابن شيطان العرب غير الشرعي في أمريكا حاطط رجل على رجل وبيقول لك إيه. Before all of these things, what we look for in the new Syria is a secular democratic Syria. Secular being the main operative word. What we want to avoid is religious groups, be it from Muslim Brotherhood on one end to ISIS and Nusra on the other end, taking political control of a political system or taking advantage of a political system. الإمارات مشغلة كل المكن بأقصى سرعة. العبرية تواصل غسيل وإعادة تدوير وتكويع المتكوعين زي سوزان نجم الدين، ومن على شكلتها قاعدة شغالة بسرعة شديدة جدا. يعني حضرتك الرموز من الفنانين والممثلين بتوع النظام السابق بياخدوا وقت شوية على ما يطلعوا يظهروا للناس. استقبل الفنانين بتوع الثورة والثوار وخليهم يحكوا القصة، وبعدين بقى بعد شهور بيبدأ الناس دي تظهر تاني من جديد وتقدم الاعتذارات. لا، العبرية بدأ الحكاية بالعكس من كتر السعار اللي جوه شيطان العرب. مطلعة أول حاجة الفنانين في لقطات غسيل سمعة حقيرة جدا 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 ومكشوفة بشكل حقير. كل العبرية سرعت بإعادة تدويرهم، عايزين يركزوا على الإجرام بتاع عائلة بنت مرات الأسد إنه في سجن صدنايا، وكأن سجن صدنايا هم لما فوجئوا بالمساجين اللي في سجن صدنايا اكتشفوا الحكاية، ولا شافوا براميل متفجرة ولا شافوا كيماوي ولا مذابح ولا تهجير ولا إجرام ولا سحق. هو سجن صدنايا اللي صدمهم. الشاهد الإمارات شغالة بأسرع قوة. في أمريكا شفت النطع وحط رجل على رجل وكأنه بيحكم المنطقة العربية. مش كل كلب الإسرائيل بيحكم الأمة. قادر ربك يخرج من تحت الأرض كده زي ما حصل في سوريا من يقلب تلك المعادلات العفنة اللي انتشرت في المنطقة. في أمريكا شغالين زي ما حضرتك شايف بمنتهى الحقارة، عايزينها دولة. انت مال أمك؟ انت مال أمك تبقى دولة عاملة ازاي؟ في ليبيا مسرحين الكلب حفتر بيقبض على السوريين تحت تهم ما أنزل الله بها من سلطان، وأصلهم بيشاركوا في التجسس. يتجسس على مين يا روح أمك؟ يتجسس على مين؟ وأصلهم عملوا كل الحكاية إن هم احتفلوا بالثورة السورية.
مشغلين المجرم حفتر بسرعة الصوت زي ما هم شغالين في أمريكا بسرعة الصوت. بث سموم في كل مكان. في السودان الجيش السوداني لسه ماسك أسلحة إماراتية بالسلوفانة بتاعتها مبعوثة من شيطان العرب المجرم لحرق أي أرض عربية ولمحاربة أي فسيلة إسلامية زي ما قلت لحضراتكم. مشهد حقير جدا، أي مشهد حقير في تلك الأمة. بالله عليكم بقول لكم الجملة دي من قد إيه. أي مشهد حقير في تلك الأمة ستجد في القلب منه الإمارات العبرية بتاعت شيطان العرب. رسالتنا للأمارات دوري والله يا ابن زايد ما بيقاتل السلاح، بيقاتلوا الرجال. ده سلاحك كتر الله خيرك، ده سلاحك كتر الله خيرك. الهدية وصلتنا تماما. الجماعة دي انجروا وخلوه في البيوت. والرسالة يا ابن زايد ويا القحاطة كتر الله خيركم على الهدايا الثمينة من الأمارات وأموال البترول التي أرادت أن تقتل بها الشعب السوداني، لكن بإذن الله يعني حنرد لهم كيدهم في نحرهم. هذه الهدية قبلت ومبروكة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله هدايا جاية. الله أكبر، جيش واحد شعب واحد. وفي سوريا برضو المكنة الإماراتية المجرمة شغال. ما عداش أسبوعين على رحيل ابن مرات الأسد وفجأة تظاهرات دفعت ليها الإمارات قولا واحدا لا يقبل القسمة على 2. قال إيه؟ عايزين الدولة العلمانية. يا جماعة حنانيكم المتظاهرين اللي طلعوا، في ناس بينساقوا وفي ناس موجهين زي الشبيحة اللي حضرتك بتشوفها دي، اللي واحدة كانت من المجندات بتوع ابن مرات الأسد، فجأة قلبت إلهام شاهين الثورة السورية اللي واقفة تدي الدروس وحاطة ايديها في جيبها والإزازة بالرجليها لا مؤاخذة، اللي هو عايزينها دولة لا دينية علمانية. يا جماعة صبرا، الناس ما لحقتش تلاقي عيالها، لسه الفرق الفنية المتخصصة بتدور في السجون والمعتقلات وتحت الأرض وفي الأقبية. آلاف مؤلفة لسه ما اطمنوش على مصير ذويهم. اللي لقى له بني آدم لسه بيصحصح فيه، واللي لقى له جثة ما دفنهاش، واللي دفنها ما لحقش ياخد العزا. لسه سوريا هتشم نفسها. طلعت الإمارات يوريك السعار، مش قادرة تحتمل التجربة في سوريا هتبقى خطيرة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم بإذن الله لا تاخدنا كلنا لقدام، لا تاخدنا كلنا لقدام. فالإمارات هتتجنن. فكان هذا المشهد اللي كان مليء بالأموال الإماراتية، تشم ريحة الدراهم والدولارات، ده غير اللي جايين من الإمارات. مؤتمر وطني، هذا المؤتمر الوطني يوصل للجنة من الكفاءات السورية لتشكيل دستور سوري ديمقراطي مؤسساتي. شكرا. وعندنا مهمة كتير كبيرة انه نحن بمجتمعاتنا الضيقة وحتى على منصاتنا الصغيرة على الفيسبوك، على اي منصة نحن بنقدر نعمل فيها شيء، مهمتنا انه نوعي انه المجتمع المدني والدستور المدني لا يلغي الاخر. بحق لكل انسان يعبد بطريقته، بحق لكل انسان يمارس عبادته كما يحق لاي انسان ان يمارس ما يمارسه دون الغاء الاخر ودون القصاص منه. شكرا كثير لكم، وان شاء الله بنجتمع دائما على الخير والمحبه. ومش عايزين علم الثورة السورية، عايزين علم سوريا بالطعمية اللي دفن بيه شهدائنا الأبرار زي ما حضراتكم شايفين. منتهى القذارة. تظاهروا. أنا لست على الإطلاق ضد أي حد يطالب بالحقوق والحريات وإن يقول اللي عنده، بس الطريقة دي طريقة قذرة جدا وفجة جدا ومتهورة جدا ومجرمة جدا. شوف واحد منهم هو بينصحهم في تسجيل بيبعتوا عليهم انه يعني غنوا لكم اغنيه من الثوره السوريه، حاولوا تحسسوا الناس يعني انكم قال ايه حاكين في الثوار. اصطادوا واحد من الثوار خليه يطلع فوق المسرح. الألاعيب المجرمة اللي حصلت في مصر وتونس تحديدا والانقلاب على الثورة بإذن الله وبفضله لن يكون ليها مكان في سوريا الحرة بإذن الله. الوضع هناك بزعم إن مختلف، ومن يدعم مختلف، من يدعم بالدماغ
وبالتخطيط وبالفلوس مختلف عما حدث في مصر وتونس للأسف الشديد. اسمع واحد من الشبيحة وبديهم نصايح التمويه. حتى تتداركوا هاي الأخطاء، حتى ما يصير في ضغط أكبر وأكبر وتنوصفوا بالثورة المضادة. طبعا والقصد هون وصف سلبي، مع أنه هو مصطلح ثورة مضادة ما فيه شيء غلط، إنما يعني تعقيبا على اللي صار في موضوع الإماء، موضوع مصر وموضوع تونس وموضوع ليبيا وغيره وغيراته يعني. وممكن تغنوا غنية من غناية الثورة شو ما كانت تكون يعني، بس إنه يعني تبينوا إنكم ما يكون ثورة مضادة. شوف هيك شغنية هيك رايقة حلوة، ويا ريت يا ريت لو بكون حدا مع الهيئة يوقف معكم، يعني انه ايه شوف نحن شو عم نرفع، تعب الله ارفع معنا. على سبيل المثال نحن حركة عالشعب، نحن الحراك اللي كذا الكذا، نحن حتى لو هالشي ما له وجود يعني، حتى لو اسم وهمي. وفي لفتة كمان ممكن تكون مهمة جدا اذا بتنكتب، ما بعرف كيف كنت صيغوها، بس انه نحن مع ساحة الكرامة، ندعم ساحة الكرامة وهيك شيء. نحن ندعم اعتصام الكرامة، يمكن كثير منكم ما بيعرفوا شو هو اعتصام الكرامة. نحن يعني عرفتوا كيف ساحة الكرامة واعتصام الكرامة، يعني حاولوا طلعوا هيك هي الروح اللي كانت في 2011 في الخطابات يعني. هم بيعملوا ايه؟ بيحصروا الثورة وسوريا الحرة بالطلبات والوقفات والمطالبات، واهم طلب الدولة العلمانية. الدولة العلمانية مهم جدا جدا جدا، لان احنا حياتنا مش هنقدر. صبرتوا على هذا الإجرام وشاركتم فيه مشاركة فاعلة ورئيسة لأكتر من 5 عقود، مش قادرين تصبروا 5 شهور؟ يخرب بيت أبو الإجرام، يخرب بيت أبو الإجرام. السعودية مش بتلعب بنفس طريقة الإمارات، عاملة هولد وتترقب وبتتابع المشهد عن كثب. السعودية في نفس التوقيت بدأت تندع، بنقولها كده في مصر، بدأت تندع. بدأ ابن سلمان يخرج ناس من المعتقلات. حقيقة هم مش بالحجم الكبير، لكن رسالة وإعطاء نوع من الأمل للرموز والفيجرز اللي موجودين في المعتقلات والشيوخ، إنه الطريق لباب الزنزانة ممكن ما يبقاش بعيد. نوع من التنفيس، وده نوع من الذكاء حقيقة. يعني كنت واقف في أي مكان، ده نوع من الذكاء. ربنا يفرج عن أهالينا في المعتقلات في السعودية والإمارات وإسرائيل ومصر وفي الكل كليلة. السعودية بتتعامل لحد دلوقتي بذكاء، مش باندفاع وتهور شيطان العرب. وعلى ذكر السعودية، كان في حادثة دهس في الساعات الأخيرة في ألمانيا قلب الدنيا. حادثة الدهس قام بها طبيب سعودي ملحد لاجئ في ألمانيا بقاله يجي 8 سنين، في عمل الحادثة في ماجدبورج. بيتهم الحكومة الألمانية بأسلمة ألمانيا على علاقات وثيقة. لما الفريق رجع منشوراته، فريقنا في الإعداد رجع منشوراته، لقاه حقيقة داعم لإسرائيل بشكل عنيف جدا ضد العيلة المالكة وضد أسلمة ألمانيا ومع إسرائيل، وعمل حادثة الدهس المرفوضة بكل أنواع الرفض، حتى مؤلمة جدا جدا في ماجدبورج. المصابين فيها أعداد كبيرة، في 2 قتلى على الأقل، في أكتر من 60 إصابة، منهم 35 إصابة خطيرة والباقي إصابات متوسطة. وحقيقة تركيبة عجيبة هذا الطبيب السعودي اللي عمل حادثة الدهس في ألمانيا، تركيبة كده نادرة جدا. كان بيساعد البنات السعوديات اللي بيطلبوا اللجوء، وفي نفس الوقت تحس انه يعني هو طبيب نفسي بس عنده مشكلة نفسية كبيرة جدا جدا جدا، فضلت تتعاظم لحد ما وصلت لحادثة الدهس المجرمة اللي عملها في ألمانيا. للأسف الشديد ابن زايد ماشي في مشوار الإجرام اللي نهايته معروفة يقينا، زي ما أنا بكلم حضراتكم دلوقتي في هذا الفيديو. الإمارات تواصل تقديم الهدايا المفخخة للشعوب العربية، زي ما عملت في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي السعودية وفي الأردن وفي فلسطين وفي تونس. تواصل تقديم الهدايا المفخخة في سوريا،
وعليها أن تنتظر زي الوعد الإلهي الصادق والسنة الربانية التي لا تتغير. زي ما قدمت تلك الهدايا المفخخة للشعوب، عليها أن تنتظر هدايا الشعوب العربية والمسلمة ليها، تلك الهدايا التي لن تتأخر، لن تتأخر، والأيام بيننا. نجم الدين أربكان كان ليه مقولة مهمة جدا، مقولة لازم نحطها حلقة في ودننا كلنا. كان بيقول ايه نجم الدين أربكان؟ المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسة سيحكمهم سياسيون لا يهتمون بالإسلام. وصلت؟ الله غالب.